أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيه عدالة الصحابة أو كلهم عدول الصحابة. طبعا أمرين هنا، أمرين: الأمر الأول في القول بعدالة الصحابة كلهم، الأمر الثاني دعوى الإجماع على عدالة الصحابة كلهم. نريد نناقش هذين الأمرين. في مقابل هذا القول النصوص التالية: يقول ابن الحاجب في مختصر الأصول: الأكثر على عدالة الصحابة، والحال قال ابن حجر إن القول بعدالتهم كلهم مجمع عليه، وما خالف إلا شذوذ من المبتدع. إيش؟ وما خالف إلا شذوذ من المبتدع. هذا أمر، اسمع مني. يقول ابن الحاجب: الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل هم كغيرهم، وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين. قول رابع: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. عدول إلا من شنو؟ إلا من قاتل عليا. طيب، إذن أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل عليا. يقول أهل الحق: يا أهل الحق. من هم أهل الحق؟ يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة إن من قاتل عليا عادل. طيب، من قاتل عليا عادل، هذول أهل الحق يقولون. طيب، ويقول المعتزلة الذين قاتلوا عليا ليسوا بعدول. هذه عبارة مختصر الأصول لابن الحاجب، وراجعوا أيضا غير هذا الكتاب من كتب علم الأصول. طيب، ثم إذا دققتم النظر لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة من كثير من أعلام القوم. أقرأ لكم نصا واحدا. يقول سعد الدين التفتازاني، وهذا نص كلامه، ولاحظوا عبارته بدقة: إنما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهرة على أن بعض الصحابة قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث له الحق والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرئاسة. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شيخنا البخاري، وهو أصح الكتب عند الأخوة أهل السنة من بعد القرآن الكريم، ردة الصحابة في كتب أهل السنة. طيب، من يقرأ صحاح أهل السنة والجماعة يجد في حديث صريحة في نسبه الرد إلى جل الصحابة في تصريح بدخولهم النار في يوم القيامة. ولعل أشهر هذه الحديث هو حديث الحوض الذي لا يخلو منه مصدر من المصادر الروائية، ونص كما في صحيح البخاري هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. وهذا الخبر فيه عدة أمور مهمة تحتاج إلى وقفة جادة. عندها الأول إن الردة المذكورة في حديث الحوض هي ردة حقيقية بمعنى الخروج عن الدين والملة، يدل على ذلك الحكم على هؤلاء المرتدين بالدخول إلى النار وعدم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله لهم في عرصات القيامة.
بل يقول فيهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى. طيب نرجع للحديث. خرج رجل من بيني وبينهم وقال لهم قلت إلى النار. قلت أين؟ قال إلى النار. والله قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم. هذا الرجل بيني وبينهم، من هذا الرجل؟ من البخاري هنا ضم علينا هذا الرجل. بعد ذلك الآن من الشاذ؟ طبعا الرجل اللي ضم علينا البخاري هو قسيم الجنة والنار الإمام علي، هذا واضح. طيب الآن من الشاذ؟ في كلام ابن حجر يقول كلهم مجمع عليه وما خالف إلا شذوذ، يعني بعدالتهم كلهم مجمع عليه وما خالف إلا شذوذ. الآن من الشاذ؟ البخاري، المعتزلة، ابن حاجب، التفتازاني، سعد الدين التفتازاني. من هو؟ لابد أن واحد هنا ما ضاعت علينا الحسبة. الآن واحد يقول كلهم عدول على بكر أبيهم، والآخر يقول كلهم عدول ومن خالف بعد، يعني من خالف ذلك شاذ. بعد الآخر يقول كلهم عدول بس فقط يستثني من قاتل الإمام علي. المهم على كل حال هذا نترك لكم الأمر. أما إمامنا البخاري أو شيخنا البخاري طير رؤوسهم هنا كلهم، قال ارتدوا على أدبارهم القهقري. ما أعرف أنا هسه شارح البخاري بن حجر أمشي ورا البخاري، أمشي ورا بن حاجب، أمشي ورا سعد الدين التفتازاني. الآن المهم أترك الأمر لأهل الخبرة. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.